السلام عليكم، معكم ليث شو. في عامل آسيوي من بنغلاديش. هذا العامل يشتغل عند شخص عنده فلوس. المهم العامل هذا قرر انه يهرب من هذا الشخص، يمكن معاملة سيئة يعامله او شيء كذي تقريبا. لكن قبل ما يهرب قال بسوي حاجة نذلة شوي، بيسوي نذالة في الشخص هذا. فقرر انه يسرق من عنده فلوس. طبعا يمكن هذا أبسط أو أفضل حل ممكن يسويه العامل هذا. فتتوقعون كم راح يسرق؟ إذا عامل واحد كم ممكن راح يسرق 1000 2000 ريال 3000. صراحة بتفكير أنا راح يحاول إنه يسرق 100,000. هذا أعطيها كحد أقصى، كعامل واحد 100,000 هذه حدوده. لكن العامل هذا زودها يا حبيبي، سارق لك 2,000,000 ريال. طيب بعد ما سرق 2,000,000 هذولا ظل منضم تقريبا يومين أو حول أسبوع كذا، وبعدين راح بيسافر. طيب يا ذكي، أنت ظل في البلد هذا 6 أشهر، بعدين حول الفلوس كل يوم شوي، كل يوم حولها شوي لبلدك هذه، بعدين سافر او تعال عندي انا اضبط لك امورك ما عليك. المهم هذا سافر، وتتوقعون كيف حط الفلوس؟ كيف شايل الفلوس معاه لبلده؟ والله ما قصر، ربط الفلوس، ربطهن بتيب حول جسمه، حول بطنه، حول رجله، حول ظهره، وقاعد يمشي في المطار كذا ب2,000,000. يمشي ما حد رابه، يحسب الناس كذا ما يدروبه كذا، يمشي ب2,000,000 ومدري كيف وحركات. طبعا إدارة المطار شكوا فيه، لما شكوا فيه راحوا ومسكوه ولقوه رابط 2,000,000 ريال حول جسمه. هو يقول إنه كفيلة في بنغلاديش، والحين هو شايل فلوس لكفيلة في بنغلاديش. والله مخ كبير أنت صديق، مخ كبير زيادة. أنت وشو ياكل مرقي قبل تنفيذ عملية هذا وش؟ المهم في النهاية صراحة أشجع وأحييه على عقليته ذي الصراحة الفذ. يا شباب خلاص من اليوم مساير اللي يبي يسرق فلوس كذا ما استقبل غير واحد سارق فوق 1,000,000. فوق 1,000,000 مليون وفوق يجي عندي وأنا أضبطه. يبي يسافر لأي بلد مرة أنا أضبطه ما عليكم. طيب الخبر الثاني عن عائلة صينية ما تكبر. ايوه هم ما يكبرون، بتشوفون الحين معي. طبعا هذا عائلة في الصين منتشر انهم ما يكبرون في السن، وجيههم ما تتغير، او انه يظل وجوههم كذا في سن الشباب، ما يشيبون ولا يعجزون وكذا. طبعا ما ادري وش السبب وراء هذا الشيء، يمكن لان ما عندهم ضغوطات نفسية او صحتهم ممتازة ولا يفكرون ولا شايلين هم الدنيا وكذي. طبعا مثل ما تشوفون هذه الصورة الاولى، هذه البنت وابوها، تشوفون كيف كان الابو قد البنت كذا تقريبا. وهذه الصورة الثانية للبنت وامها، طبعا الام على اليمين والبنت على اليسار. يا اخي انا اشوف ان الام اصغر عن البنت. وش تلاحظون انتم؟ طيب هذه صورة البنت لما كانت صغيرة مع جدها، شوفوا جدها وشوف البنت لما كانت صغيرة. وهذه صورة البنت الصغيرة مع جدتها. طبعا لو انا عن نفسي بقول ان هذه الجدة بقول هذه امها يا شيخ بصراحة. هذه امها امها ما ادري كيف اوصل يا ريال. نحن اطفال المتوسطة، اطفال في المتوسطة تلاقيهم عندهم شنب ولحية وما ادري كيف ومشيب الله يعيننا بس. المهم يا حبيبي اذا تبي تصير نفسهم وسع صدرك ولا تشيل هم الدنيا، طيب خليك رايق. المهم يا شباب هذه نهايتي معاكم، عسى استمتعتم بالحلقة ذي. كان معكم ليث شو، ويلا سلام بيس.